هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. هنكمل الجزء الثاني من الموسم الثاني، ويلا ندخل الاحداث على طول. لان بعد ما لوري قالت لريك على علاقتها مع شين، ريك طلع عادي خالص وقال لها ولا يهمك يا ماي هارت، مش انتي كنت مفكراني ميت، فخلاص بقى ما تركزيش ولا يهمك. وتاني يوم وهم متجمعين، جيلين ما بيعرفش يمسك لسانه وبيعرف الكل ان الحظيره مليانه زومبي، وطبعا كلهم بيروحوا بسرعه عند الحظيره، والشين بيقول لهم عندنا اختيارين، الاول ندخل ونقتلهم والتاني نمشي من هنا خالص. لكن كارول بتقول لهم انها مش هتمشي وتسيب بنتها، وطبعا بنتها دي اللي تايهه، وريك بيحاول يحل الوضع، فبيروح يتكلم مع الدكتور على الحظيره واللي لقوه فيها. والدكتور لما زهق منهم قال له معاك لاخر الاسبوع ولازم تاخد الجماعه اللي معاك دول وتمشي من هنا. ولما ريك بيسيبه، ماجي بتتكلم مع ابوها وبتقول له انهم عندهم حق لان دول زومبي ومش مرضى زي ما انت بتقول. ووقتها واحد بيدخل بسرعه للدكتور وبيقول له ان في 2 من الزومبي هربوا من الحظيره، والدكتور بيخرج بسرعه يطلب المساعده من ريك. وفي نفس الوقت شين راح يكلم لوري وقال لها ان اللي في بطنها ده يبقى ابنه، لكن لوري بتتعصب عليه وبتقول له لا، اللي في بطني يبقى ابن ريك. والدكتور وريك بيوصلوا للزومبي، والدكتور بيقول له ريك لو هتعيشوا معانا لازم محدش منكم يجي جنبهم، وبيربطوهم من رقم معاهم عشان يرجعوا للحظيره. وجلين بيشوف ماجي وهي ماشيه، فبينزل علشان يصالحها لانها المفروض زعلانه منه لانه بيتبلش في بقه فوله، وقال للكل على اللي في الحظيره. وشين كالعاده بيتصرف بطيش وبيجيب اسلحه وبيوزعها على المجموعه علشان يقتلوا كل الزومبي اللي في الحظيره. وماجي ولوري عرضوه وقالوا له لازم يستنى ريك لما يوصل، لكن وهما بيتكلموا بيشوفهم وهم راجعين بالزومبي اللي كانوا هربانين. وشين اتعصب جدا من المنظر اللي شايفه وتصرف بغباوه وضرب زومبي منهم بالنار وقتله، ولانها خربانه راح للحظيره وفتحها وسمح للزومبي يخرج واحد ورا التاني. والمجموعه لما شافتهم بدات تضرب بالنار وتقتل فيهم، ودكتور هيروشيو قاعد في الارض وحزين جدا ومصدوم من اللي بيحصل. والمجموعه دي قتلت كتير من الزومبي لحد ما خلاص ما عادش في حد بيطلع، فاعتقدوا انهم خلاص كده قتلوا كل اللي جوه. بس فجاه سمعوا صوت حد تاني طالع، واللي طلع ده يبقى مفاجاه لانها تبقى صوفيا البنت اللي تايهه. وكلهم اتصدموا ومحدش قدر يضرب عليها نار، وامها كانت عاوزه تاخدها بالحضن لكن مسكوها، وريك هو اللي اتقدم وضرب عليها طلقه وقتلها علشان يقفلوا صفحه صوفيا دي للابد. وشين ما اكتفاش باللي عمل وراح يتخانق مع الدكتور واتهمه انه يعرف ان صوفيا كانت جوه، وسابهم كل ده بيبحثوا عنها. لكن الدكتور بيقول لهم ان اوتس قبل ما يموت هو اللي حبس الزومبي في الحظيره وما كانش حد يعرف ان الطفله دي معاهم. وبعدها بيتفقوا انهم يدفنوا صوفيا ومرات الدكتور وابنها، والباقي يحرقوا جثثهم، وفعلا بيحفروا ليهم وبيدفنوهم وبيعملوا لهم جنازه على قدهم. ولما بيخلصوا بيلاقوا ان بيت اخت ماجي تعبت، ولما بيحاولوا يبحثوا عن الدكتور محدش بيلاقيه ولا في البيت ولا في اي مكان. وماجي بتقول لهم انهم ممكن يلاقوه في بار معين وبتعرفهم اسمه ومكانه في البلد. وريك بياخد جيلين وبيتحركوا على هناك، ودول بيتكلم مع لوري وبيعرفها انه شاكك في شين، انه ممكن يكون هو اللي قتل اوتس وانه كذب عليهم في كل اللي هو قاله. وبيقول لها انه عارف الاشكال اللي شبه شين دي كويس، وانه متاكد انه قريب شين هيقتل حد تاني. وريك وجلين لسه في طريقهم للبلد، وجلين طول الطريق بيتكلم عن ماجي وانهم بيحبوا بعض وارتبطوا، وبيعتذر له انه خبى عليه موضوع الحمل بتاع لوري. ولما بيوصلوا للبار فعلا بيلاقوا دكتور هيروشيو جوه وبيعرفوا ان بنته في حاله صدمه، وبيطلب منه انه يرجع معاهم لانها محتاجه تتعالج. وبنفهم من كلام الدكتور انه اخيرا اقتنع بوجهه نظرهم وان الوباء ده ملوش اي علاج، وانهم كانوا ميتين من الاول قبل ما يضربوهم بالنار. ولوري كانت خايفه على البنت اللي تعبانه، وخاصه لان ريك اتاخر جدا عليها، فبتاخد عربيه وبتروح هي علشان تستعجلهم وترجعهم. لكن وهي ماشيه بتلبس في زومبي لقيته في وشها والعربيه بتتقلب بيها. وباقي المجموعه في المزرعه لسه بيجمعوا باقي الجثث علشان يحرقوها، وريك لسه بيكلم الدكتور علشان يرجع معاه للمزرعه. وفجاه وهما بيتكلموا بيدخل عليهم 2 ما كانوش يعرفوهم، وكلهم بيقعدوا يتكلموا ويشربوا عصير تفاح ويتعرفوا على بعض. لكن ال2 كلامهم ما كانش مترتب وشكلهم مش مريح خالص، وخصوصا لان في واحد فيهم كان شايل مسدس وطلعه. وبعدها فضلوا يسالوا ريك لو كان عنده مخيم او مزرعه او اي حاجه قريبه، وريك ما بيرتاحش ليهم وبيقول لهم لا ملناش. لكن من الواضح انهم ما كانوش مصدقينه، والوضع بدا يبقى مريب ومتكهرب. وريك فجاه غفلهم وقتل ال2 قبل ما يفكروا يرفعوا اسلحتهم. ولوري لسه زي ما سيبناها مقلوبه بالعربيه والزومبي بيحاول انه يدخل لها. وريك اكتشف ان ال2 اللي قتلهم دول ليهم اصحاب مستنيينهم بره. وفي نفس الوقت لوري بتنجح في انها تقتل الزومبي اللي كان عاوز ياخد منها عضه. وريك لسه مش عارف يتصرف ازاي مع اللي بره لانه ما عرفش يوصل معاهم لحل، وبداوا انهم يضربوا نار على بعض. والمجموعه اللي في المزرعه بيعرفوا ان لوري خرجت لوحدها ورا ريك، وشين بيتحرك بسرعه وبياخد عربيه وبيجري وراها علشان يرجعها. وفي نفس الوقت ريك وجلين والدكتور بيحاولوا يخرجوا من الباب اللي ورا في صمت على امل انهم يوصلوا للعربيه بتاعتهم. وفي مشكله تانية وهي ان
الزومبي بدأ يروح في اتجاههم بعد ما سمع صوت ضرب النار. والجماعة اللي بره لما شافوا الزومبي بدأوا يهربوا بسرعة وباعوا واحد من اصحابهم وسابوه خلعوا. ولما بيحاول ينط من فوق المبنى علشان يلحقهم في حديدة بتدخل في رجله. وريك لما شافه رفض انه يمشي ويسيبه، والدكتور اقترح انهم يقطعوا رجله علشان ينقذوه، لكن ما كانش عندهم وقت لان الزومبي بيقرب منهم بسرعة. وريك بيتصرف وبيسحب رجل الراجل بغباء وبياخدوها علشان يهربوا. وفي نفس الوقت شين وصل للوري وقال لها ان ريك رجع علشان توافق ترجع معاه للمزرعة، وهي فعلا بتصدقه وبترجع معاه، لكن بتتعصب جدا عليه لما بتعرف انه كذب عليها. وفي وسط الكلام شين بيغلط وبيعرف الكل انها حامل، وبما انها خربانة لوري بتعرف شين انها قالت لريك على كل حاجة حصلت بينهم وعن علاقتهم. وتاني يوم الصبح كلهم جهزوا علشان يبحثوا عن ريك، لكن بيلاقوهم كلهم داخلين عليهم، وكمان معاهم راندل الولد اللي رجله اتخرمت من الحديد. وريك كان رأيه انهم يسيبوه لحد ما يتعالج وبعد كده يطلعوه على الطريق ويسيبوه، وطبعا كالعادة شين معترض وشايف ان الولد ده خطر عليهم. ولوري لما بتقعد مع ريك لوحدهم بتحاول تسخنه على شين، وان الناس كلها بقت خايفة منه، وانهم كمان شاكين ان هو اللي قتل اوتس، وكل اللي اتقالت ده كوم، وانه معتقد ان الطفل بتاعك اللي في بطني يبقى ابنه. والاخت لوري شكلها كده مش هتبطل لعب في راسه الا لما يقتله. وبعدها باسبوع ريك بياخد شين في مكان بعيد علشان يتكلموا، وشين فعلا بيعترف له ان هو اللي قتل اوتس، وكانوا واخدين راندل معاهم في العربيه بعد ما اتعالج علشان يسيبوه بعيد. وفعلا بيوصلوه للمدرسه وبيسيبوه يمشي، لكن بيترجاهم انه يفضل معاهم وانهم ما يسيبوهوش، وبيقول لهم كمان انه يعرف ماجي وانه كان بيروح معاها المدرسه. وطبعا كده هو وقع بلسانه في انه يعرف مكان المزرعه. واول حاجه فكروا فيها انه الاخ ده لو رجع للجماعه اللي كان معاهم غالبا هيعرفهم مكان المزرعه، وبكده اكيد هيهجموا عليهم. وشين كالعاده كان هيقتله، لكن ريك بيمنعه على اخر لحظه لان رايه انهم يرجعوه معاهم وبعد كده يقرروا هو ممكن يعملوا فيه ايه. وشين بيبدا يقول كلام ملوش لازمه وبيعصب ريك، وهما الاتنين بيمسكوا في بعض والضرب بينهم بيشتغل. والمشكله ان المدرسه كانت مليانه زومبي وسمعوا صوتهم فخرجوا وبداوا يجروا وراهم. وشين بيهرب بسرعه وبيحبس نفسه في باص المدرسه علشان يهرب من الزومبي. وريك وراندل بيشوفوا شين في الورطه دي وهما بعيد عنه فبيسيبوه ويمشوا، وهو بيتصدم ومش عارف يتصرف ازاي، وكان معتقد انهم اتخلوا عنه. لكن بعد شويه بيظهروا تاني بالعربيه وبينقذوا شين بعد ما افتكر انهم سابوه. وفي طريق رجوعهم للمزرعه ريك وشين بيتكلموا، وريك بيعرفوا ان لو عاوز يفضل معاهم لازم يسمع كلامه وما يعرضوش تاني. ولما بيرجعوا داريل بيزنق راندل وبيفضل يستجوب فيه. وراندل بعد ما اتطحن قال له ان جماعته حوالي 30 راجل وكمان معاهم اسلحه تقيله، وكمان هم اصلا رجاله ما بيعرفوش يعني ايه رحمه، لانهم بيقتلوا كل الرجاله اللي بتقابلهم وبيغتصبوا الستات اللي معاهم. والمجموعه كلها بتتجمع علشان يقرروا هيعملوا ايه مع راندل. وريك بيقول لهم انه خلاص قرر انه هيقتله وبيروح علشان ينفذ. وديل ما عجبوش الكلام ده وحاول انه يمنع ريك، وفعلا بينجح في انه يخليه يأجل القرار للمغرب لما كلهم يتجمعوا تاني على امل انهم يشوفوا هيعملوا ايه وممكن يسيبوه ما يقتلوهوش. وكارل فضل يطلب من شين انه يشوف المسجون، لكن شين كان بيرفض. وكارل ما سمعش الكلام وبرضه راح شاف المسجون لوحده، لكن شين بيلحقه قبل ما يحصل له اي حاجه. وديل راح يكلم الدكتور علشان يوقف عمليه القتل، لكن الدكتور قال له انا ماليش قرار لاني واثق في قرار ريك لانه اكيد هياخد القرار الصح. وفي نفس الوقت كارل بيسرق مسدس من شنطه داريل وبيدخل بيه الغابه، فبيشوف زومبي واقف في الطين وكانت رجله ماسكه في الطين ومش عارف يخرج منه، فبيحاول انه يقتله لكن بيقرب منه بزياده عن اللزوم. وده كان دافع حلو للزومبي انه يطلع من الطين ويهجم على كارول، فوقعه على الارض والمسدس وقع منه والزومبي كان خلاص هيدوق طعمه، لكن كارول بعد عناء عرف يقوم ويجري بعيد عنه. والمجموعه بتتجمع تاني بعد الغروب زي ما كانوا متفقين، وكانوا لسه عاوزين يحددوا مصير راندل واذا كانوا هيقتلوه ولا لا. وكلهم كانوا شايفين انه لازم يتقتل الا ديل اللي ما كانش موافق وشايف انها جريمه، بس طبعا راي الاغلبيه هو اللي هيمشي. وفعلا بياخدوا راندل للحظيره علشان يعدموه فيها زي ما اتفقوا، والمفروض ان ريك هو اللي هينفذ. وراندل كان خايف وبيعيط وبيطلب منه ما يقتلوش، وريك كان لسه هيقتله لكن بيلاقي ابنه كارل دخل عليه وبيشجعه انه يقتله، وبيقول له اقتله يا بابا هو يستاهل القتل. وريك رجع في كلامه وطلب من داريل انه ياخد راندل دلوقتي من قدامه ويمشي. وهو بياخد كارل، ومن الواضح ان صفات الانسانية بتروح من عنده بسبب الحياة الصعبة اللي هم عايشين فيها. وبيروح للمجموعة وبيقول لهم انه مش هينفع يقتله. واندريا بتفرح وبتروح بسرعة علشان تبلغ ديل اللي كان بيتمشى في المكان وهو حزين على الولد اللي هيموت. وفجأة ملحقش يحزن كتير لان طلع عليه زومبي، فعمل صوت عالي وكل المجموعة راحت له بسرعة، لكن للأسف لما وصلوا له بيلاقوا ان الزومبي خلاص كان عضه، وبكده خلاص مفيش امل في حياته. وداريل بياخد سلاحه وبيضربه
طلقة في راسه، وده طبعا قبل ما يموت ويتحول. وتاني يوم بيعملوا جنازة لديل، وبعدها بيجهزوا نفسهم علشان كلهم يقعدوا جوه البيت. وريك بيقول لشين انهم بعد ما يأمنوا المكان هيمشوا راندل ومش هيقتلوه، وبعد كده راح يتفق مع داريل عن المكان اللي هيسيبوا فيه راندل. لكن قبل ما يعملوا اي حاجة شين بيروح للمكان اللي راندل محبوس فيه وكان عاوز يقتله، لكن ما قتلوش لانه ما ينفعش يقتله في المزرعة، لان اكيد باقي المجموعة هيعرفوا ان شين هو اللي قتله، وعشان كده خدوا بره المزرعة لحد ما وصل للغابة وكسر رقبته وقتله. وكمان خبط نفسه علشان يظهر فيه اصابات ويقول ان راندل هاجمه وحاول يهرب وانه قتله علشان يدافع عن نفسه. وبيرجع للمجموعة وهو غرقان دم وبيقول لهم ان راندل هرب وهو مش في الغابة، وكلهم دخلوا يبحثوا عنه بسرعة. وداريل ما كانش مصدق كلام شين، لكن برضه تقسموا مجموعتين، جيلين كان مع داريل وشين مع ريك. ومن الواضح ان ريك ما كانش واثق في كلام شين، وداريل بيلاقي الدم على الشجره وجنبها بيلاقي مجموعتين من اثار الرجلين، وتقريبا كده بدا يفهم اللي حصل. وبعد شويه راندل ظهر في وشهم، لكن كان اتحول لزومبي خلاص وجلين قتله. ولما بيركزوا شويه معاه بيكتشفوا ان ميت بسبب كسر في الرقبه. وشين بيكون خد ريك لمكان فاضي وبيوجه عليه سلاح، واكيد يعني علشان عاوز يقتله. وخطته انه يقول ان راندل هو اللي قتله وان هو بعدها كسر رقبته. ومن سوء حظه ما كانش يعرف ان داريل خلاص كشف خطته وهو عرف ان هو اللي قتل راندل. وغير كده ريك طلع صايع وقدر يخدع شين ويغفله، وعرف يقرب منه بسرعه وضربه بالسكينه وقتله. وكارل بيشوف ابوه فوق جثه شين، فبيرفع السلاح في وش ابوه، وابوه بيتصدم، وده لانه مفكره موجه السلاح عليه. وفجاه ضرب بيه شين اللي كان خلاص اتحول لزومبي وكان هيدوق طعم ريك. وبالنسبه لجماعه الزومبي اللي من الواضح انهم خلاص زهقوا من المدينه الكبيره، بداوا انهم يخرجوا منها. وللاسف ضرب النار والاصوات الكتير اللي بتحصل في المزرعه خلت مجموعات كبيره من الزومبي تغير اتجاهها ويتحركوا ناحيه المزرعه، وده طبعا بسبب الصوت. وداريل وجلين بيرجعوا يعرفوا الباقي اللي حصل لراندل، وبيرجع ريك وهو معاه كارل اللي كان بيحاول يفهم من ابوه اللي حصل لشين. لكن قبل ما ريك يرد عليه بيلاقي اعداد كبيره جدا من الزومبي رايحه في اتجاهه، فبياخد ابنه وبيجري بسرعه وبيدخل الحظيره وبيقفلها عليهم. والباقيين بيجهزوا اسلحتهم علشان يواجهوا قطيع الزومبي. وريك بيغرق الحظيره بنزين وبيفتح الباب علشان الزومبي كلهم يدخلوا وراه. ولما في مجموعه كبيره بتدخل، كارل بيكون واقف في الدور التاني وبيرمي عليهم نار، وبكده بيكونوا ولعوا فيهم خالص، بيقتلوهم بالجمله. وبيجي لهم واحد من رجاله الدكتور وهو معاه عربيه عاليه علشان يعرفوا ينزلوا من الحظيره عليها، لكن للاسف الزومبي بيعرفوا ياكلوه هو كمان. وكل واحد فيهم كان بيحاول يكافح الزومبي بطريقته او يقتل العدد اللي هيقدر عليه، لكن للاسف العدد كان كبير لدرجه انه اكتر من الطلقات اللي معاهم. وبسبب كده كلهم ركبوا العربيات علشان يهربوا. وداريل كان معاه كارول على الموتوسيكل، وماجي وجليم مع بعض في عربيه. وكارل وابوه كان معاهم الدكتور، وبيطلعوا على الطريق في نفس المكان اللي كانوا سايبين فيه اكل لصوفيا. واولوري هربت مع تيدوج وبيت اخت ماجي، وكانت بتحاول انها تقنع تيدوج انه يلف ويرجع للطريق عادي، وتقريبا كده لانها فاهمه جوزها هيتصرف ازاي. وفعلا ريك بيطلع صح في انه راح هناك لان المجموعه كامله بتروح لنفس المكان. وريك بيقول لهم انه قتل شين، وكمان اندريا ما كانتش مع حد فيهم، ومن الواضح انهم كده سابوها مع الزومبي يعني علشان تسليهم. ما هو مش لما هيروح لهم ضيوف كلهم هيمشوا، لازم حد يقعد معاهم علشان يسليهم. وكلهم كانوا عاوزين يرجعوا لها، لكن ريك ما وافقش وكملوا طريقهم على امل انهم يشوفوا مكان جديد يعيشوا فيه. انما اندريا بقى طلعت سترونج اندبندنت وومن فعلا، وكانت لسه بتحاول تهرب. وكمان المجموعه وقفوا لان بنزين العربيات خلص او كان قرب يخلص منهم. وريك بيتكلم مع لوري وبيصرحها باللي حصل، وان شين كان بيخطط انه يقتله لكن هو اللي قتله الاول. نرجع لاندريا اللي لسه بتحارب الزومبي، بس من حسن حظها بيطلع لها الست الغريبه دي وبتساعدها، وطبعا بتنقذها. وفي نفس الوقت المجموعه كلها متجمعه وقاعده، وريك بدا يقول لهم على اللي حصل وانه ازاي قتل شين. وكان اخر كلامه ليهم ان من دلوقتي اللي عاوز يمشي فيهم يمشي، لكن اللي هيقرر انه يقعد لازم يعمل حسابه انه هينفذ. واتمنى تكون المشاهده عجبت حضراتكم، واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك الجميل وتفعلوا زر الجرس، وشكرا على وقتكم.